مش عايزه يعني. لا 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 بقول لاجل النبي يعني سيبنا نتكلم. لا لا مين اللي اختار المدرب ده؟ اسمع بقى يا فاروق، ما تنرفزناش من اولها. ضمن بقى مين اللي اختار؟ معلش يا كابتن. لا لا معلش لا جمال علام اختار ولا ايهاب الكومي اختار ولا معرفش مين اللي اديله ملف الكوره. هو حازم امام هو اللي نساله جبت الراجل ده بناء على ايه؟ وبعدين دي عداله السماء. ده قاعد معاك 4 سنين على فكره. لا يقعد تاني؟ ده بعد النهارده لازم يبقى فيه تحقيق. الراجل ده بياخد 350,000 جنيه وانت مش لاقي تاكل. احنا نضحك على بعض. ما ينفعش. ده احنا نجيب مدرب من الدرجه الثالثه احسن منه. انت قصدك 350,000 جنيه في اليوم قصدك؟ في اليوم. في اليوم. يعني في الشهر اضرب بقى 350 يعملوا لك كام؟ احنا بنتكلم 200,000 يورو هو بياخد. لا خليها بالجنيه. 10 مليون وكسور. صح؟ تمام. لما ده ياخد اللي هو ما عندوش اساسيات كره القدم، ما مسكش منتخب، ياخد المبلغ ده. طب امال انتوا يعني يا فاروق اقسم بجلاله الله الراجل مش فاهم حاجه في اي حاجه ولا عارف ايه اللي بيحصل. النهارده بيلعب محمود حماده، النهارده بيلعب مهند لاشين، واخد بالك؟ النهارده بادئ بفتوح اللي هو مفروض عشان يدخله فورمه يبدا بيه في ماتش تنزانيا، يبدا بيه في ماتش موزمبيق، يبدا بيه في ماتش اللي هو بتاع غانا، وبعد كده هيجيب له نفس وحساسيه. كان هيبقى من اساسيات الفرقه، من العمود الاساسي للتيم. انما ده ما بيعاندنا. ياسر ابراهيم ما يلعبش، الشناوي هو مصاب بيلعبه. امال انت جاي ليه؟ ايه الخوف اللي عندك ده؟ واخد بالك؟ فلا في حاجات كتيره لازم اعاده نظر، ولازم الناس دي تتحاسب. اتحاد الكره يتحاسب. انتوا جبتوا الراجل ده ما توقعناش زي الراجل كيروش بتاع السنه الدوره اللي فاتت لما خلانا خسرنا البطوله العربيه والبطوله الافريقيه وما وصلناش كاس عالم. على الاقل وصلت كاس يعني يا عم ما انت ما وصلتش زيك زي الاخير. لا يا كابتن لا ايه في فرق. لا فرق ايه؟ طب ايه اللي انت خدته؟ انت خدت تاني على الاقل يا كابتن ما تطلعش بالشكل ده. ما انت كنت برضه هتطلع. انت عمال برضه كنت تلعب ضربات ترجيح. انت المغرب بس اللي كسبتها. المغرب بس اللي كسبته. ماشي يا كابتن ضربات ترجيح بس بتنجح انك بتوصل. بتنجح فين؟ ما بتنجحش. ما النهارده واحد قام جاي بيضيع لك ضربه جزاء في النهائي، واحد ضيع ضربه جزاء ما خدتش الكاس. احنا نفضل كل مره احنا ما بنلعبش كوره، احنا ما بنلعبش ب5 جنيه كوره يا رجاله. والله العظيم لو مدرب درجه ثالثه هيخلينا نلعب كوره احسن من كده. وبعدين يجي يقول لك صلاح. طب ما صلاح انت مش عامل له حلول. طب صلاح ما لعبش النهارده، شكلك ايه؟ ضيعت كام فرصه؟ هتقول لي بتاع زيزو؟ هو الكلام بقى ان صلاح كان لازم يفضل عشان يرفع من روح المعنويه بتاعت المعنويه. يمسك لهم الفوطه بقى يقعد يهوى عليهم، ولا ياخد تلج وينزل يجري ورا لعيبه اصلا ما عندهاش اصلا. يعني مش عايزين يعني ما نحملش اللعيبه برضو اكتر ما بنحمل المدير الفني، لان المدير الفني ما بيقولش حاجه. واخد بالك؟ على الاقل صلاح عايز يروح ويجي عشان يلحق. يعني عايز يروح يتعالج ويجي عشان يلحق، لان عارف ان في كارثه. صلاح لما بيبقى في الملعب مهما كان حتى لو ايه ما بيبقاش الشكل كده، بيكلم اللعيبه، رغم ان اللعيبه دي مفروض ان هي في وجود صلاح يموتوا نفسيهم عشانه وعشان منتخب مصر وعشان اساميهم. مفيش الكلام ده، ما بياخدوش حاجه يا فاروق. اذا كان الراجل اللي انت بتقول لي هو اللي قال لابو جبل شوت، بناء على ايه؟ اختياراته. احنا كلنا شكينا ان ابو جبل بيشوط عشان في مثلا امور اتعدلت في الاتحاد الافريقي مثلا ان بعد يعني كده، لان احنا شفنا برضو حارس مرمى المنتخب الكونغولي بيشوط. كان فاضل مهند لاشين هو اللي ما شاطش. صح؟ انا ما اعرفش. مهند لاشين هو اللي ما شاطش. احنا شوطنا 9 لان احنا مطرود مننا واحد، فاحنا عندنا 10 لعيبه بس، فابو جبل كانت 9، بس كان مهند لاشين هو اللي المفروض كان هيشوط بعديه لو كان جاب. هات لعيبه قليله بس يبقى في عدل، ما فيش فيه ظلم، ما فيش اختيارات مجامله. ده انا بقول لك اطلع لك. هات القايمه يا عم. فين القايمه؟ خد القايمه. تعالى يا عم. محمد الشناوي مصاب وبيلعب عافيه ومحدش يقدر يقول له. انت قول مين اللي يقعد من دول. لا استنى بس. لا استنى بقى. اصل احنا رايحين بطوله يا ابو الدهب. طالما مصاب يا اما تسيبه يا اما تاخده وتقعده لغايه ما يتعافى. صح؟ وانت عندك تاني 3. كمل بس. طيب عندك احمد الشناوي مصاب من قبل البطوله يا جدعان وعنده شرخ هيقعد 2 3 واخد بالك؟ طيب محمد صبحي ما بيلعبش في نادي الزمالك واخد بالك، وعايز ربنا يكرمنا. ماشي. محمد هاني ماشي. عمر كمال ماشي. احمد فتوح بس عند بس الحراس المرمى. انا بس برضه يا كابتن
عايز اعلق على مدرب حراس المرمى، هو طبعا من الجهاز الفني برتغالي اعتقد. يا عم هيقدر يقول له لا؟ ماشي استنى بس، انا بتكلم على ابو جبل النهارده وهو عمال يطير ناحيه اليمين بس. ما هو دي تلاقيها تعليماته. ده تبقى كتير في مصيبة ضغط، سودة. خلي بالك يعني كل حراس المرمى في حراس منهم مدرسه كده يقول لك ايه، طير على الشمال على مش طول، على رجل اللاعب، مش على الكوره، ما لعبش على الكوره يعني. لا اللي بيلعب على الكوره ده راجل لعب وشاف واخد بالك وعنده خبره والكلام ده، ولا يقول لك العب على عين حتى الراجل اللاعب. اللي داخل يشوط، العب له في افكاره، ان انا ببص له اوتره، انما ده يمين يمين، يبقى دي تعليمات مدرب. سيبك بقى من دي، خلينا بس نخش نشوف الدنيا. احمد فتوح انت بتاخده ليه والراجل ما بيلعبش في فرقته؟ طب انت دلوقتي بطلت كوره، واخد بالك؟ عندك محمد ماشي اللي هو بيحبه، علي جاب بناء على ايه؟ لعب محمد عبد المنعم ماشي، احمد سامي لعب. ده الساعه السويسريه بالنسبه له يعني. مين؟ الساعه السويسريه بالنسبه فيتوريا. لفيتوريا. طب ما بيلعبوش ليه؟ ما هو الراجل اتصاب، يعني ما اعرفش هل الاصابه موجوده لغايه دلوقتي، يعني اول ماتش كان مصاب. هو منتخب المصابين. احمد حجازي هو ده واخدهم يجي بالدفاع يتكرم وما يلعبش. ياسر ابراهيم ده قاعد ليه؟ قاعد ليه؟ ده هو اللي شايل النادي الاهلي الفتره الاخيره بسرعه يعني. ماشي. مروان عطيه قاعد ليه الماتشين الاولانيين. حمدي فتحي ماشي. امام عاشور ماشي. النني يجي يتكرم زي حجازي وما يلعبوش. مهند لاشين بنشوفه النهارده وهو المفروض ما ينزلوش، ده المفروض انت في اخر 3 4 دقائق نزل واحد في ال 18 يطلع بدماغه، يا علي جبر يا احمد سامي اي حد. لا احمد سامي بره خالص كابتن. اي حد من المساكين اللي قاعدين ماشي. ما تنزلش، اصل مهند هيمسك كرة ازاي وما عندكش اصلا الثلاثه اللي قدام وقعوا بدني. صح. واخد بالك؟ احمد سيد زيزو ماشي. مصطفى فتحي اتظلم، واخد بالك؟ مرموش مرعو يعني عمل الماتش الاولاني كويس اللي هو بتاع موزمبيق وبعد كده ما شفناهوش. تعالى بقى مصطفى محمد او غانا، محمد صلاح غانا. مصطفى محمد صلاح، تريزيجيه، احمد حسن كوكا، مع كل الاحترام لازم طالما هتجيبه لازم تلعبه. كان محمد شريف موجود، لازم تلعب، ومحمد شريف لازم يلعب، وكهربا لازم يلعب. اعمل تغيير، بس المشكله الناس دي هتتظلم لان احنا ما بنلعبش كوره، واخد بالك؟ فده باختصار، فحد هيحاسبه على الكلام ده؟ فينك يا كابتن حازم لما الاختيارات دي حصلت؟ قول له ده مصاب، ده احنا رايحين باسم مصر، هات لعيب يبقى سليم حتى لو ما عندوش خبرات. اللي انتوا عمالين تتشدقوا بيها خبرات الخبرات لعبت، ايه اللي حصل؟ خرجنا. تمام. فبصراحه لازم اعاده هيكله الاتحاد دوت من النهارده. لو الناس دي ناس بتحب مصر بجد قدم استقاله وامشي. قدم استقاله وامشي. والراجل ده اللي هو قال لك انا لما وصلت هوصلكم للنهائي ومش هكمل، لا يقدم استقاله رخر ويمشي، ونجيب اي مدرب وربنا هنوصل كاس عالم. المدرب ده لو قعد ادي ده نهائي. وانا قلت لكم من اول ما جه المدرب ده ايه؟ شكل على الفاضي، شكل على الفاضي، وعمالين يضحكوا علينا. اعمل ماتش ودي، جنوب السودان، يا سلام نكسب 2-0، يا ده احنا ما شاء الله. طبعا المطبلاتيه بقى شغالين، ده احنا لينا شكل هجومي ما حصلش. اقسم بالله اقسم بالله شكلنا كان بيسد النفس. انت كسبان تنزانيا وانت رايح بكورتين، كسبان سيراليون بكورتين اللي ما رحت بيهم، وتريزيجيه ربنا الله يبارك له، ومحمد صلاح الكورتين اللي عملهم له، واخد بالك؟ مش عارف كسبت مين كده ماتشات كده عشان ما يحرجوش الراجل، لان هم عارفين، وده يتحملوا المسؤوليه اتحاد الكوره كله واولهم حازم امام، ان ازاي ما عملتش ماتش مع الكوت ديفوار، ما عملتش مع الكاميرون، ما عملتش مع السنغال، ما عملتش. ده انت تونس كسبتك، تونس اللي خرجت قبليك كسبتك، الجزائر اللي خرجت قبليك انت تعادلت معاها وهم ليهم ضربه جزاء وجون ما اتحسبش. هنقول مباراه وديه يا كابتن، لازم تبقى مباراه قويه عشان الحقيقه واضح ان المباراه الوديه مختلفه تماما عن المباراه الرسميه بالنسبه حبيبي. لا هي الاحتكاك الحقيقي والرسمي لما انت تلعب مثلا مع فرقه زي السنغال، تلعب مع فرقه زي المغرب، تلعب مع فرقه ماشي الجزائر، تونس، هو بيخافوا يلعبوا عشان الراجل ما يتحركش، عشان الدنيا ما تهكش عليهم، فراحوا يعملوا احتكاك ضعيف وصلنا لكده. انت الماتش الاولاني موزمبيق ضيعت كام فرصه، الماتش الثاني غانا ضيعت كام فرصه، تمام، الماتش الثالث الراس الاخضر ومريحه 6 من اللعيبه الاساسيه، النهارده ضيعت كام فرصه. احنا ما بنلعبش كوره، احنا على باب الله، ودي عداله السماء اللي بيحصل ده، عداله السماء عشان الظلم. لا هم يا كابتن كمان مش فريق عشان الظلم. مين انا مالي بيهم؟ انا
انت مش مرشح. تمام. هم مرشحين؟ مش مرشحين. الفرق كلها اللي لعبتك مفيش فرقه فيها مرشحه. امال بقى لو انت قابلت السنغال كان اديتنا 5-6؟ لا ما ينفعش، لازم اعاده هيكله تاني. والناس بقى انا قلت لك لازم اتحاد الكوره يجي كله يقدم استقاله، ولازم الراجل اللي هو المدير الفني ده يمشي ويفسخ العقد معاه، لان دي بطوله مضمونه غير ما هروح كاس عالم. انا